في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. صدمة الصحفي من إبراهيموفيتش عن كأس العالم في قطر. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. كلنا عارفين إبراهيموفيتش أسطورة السويد وصاحب الأهداف الخارقة، اللاعب اللي عنده 37 سنة وما زال بكامل عطائه ومستمر في الملاعب، على عكس لاعبين كتير كانوا معاه في نفس المسيرة ومنهم ميدو اللي اعتزل. لكن اللي ما تعرفوش عن إبراهيموفيتش إنه من أقوى اللاعبين في قصف الجبهات، وإنه جدع وحقاني ومش بينافق. إبراهيموفيتش اتسأل في مؤتمر صحفي بحكم إنه كابتن منتخب السويد، وعلى العادة مفروض إنك بتحكي عن المباراة اللي هتلعبها، علشان يجي سؤال خبيث من صحفي عنصري ما زال بيشكك في تنظيم قطر لكأس العالم لحد دلوقتي. صعب عليه وعلى ناس كتير عدم تقبلهم إن نسخة قطر أفضل نسخة حصلت، سواء في التنظيم والإدارة والجماهير والمنشآت والملاعب والخدمات. حدث ولا حرج. ليصدموا إبراهيموفيتش برد يبينلك قد إيه الراجل ده من جواه صادق وراجل صاحب موقف. ليصدموا إبراهيموفيتش برد يبينلك قد إيه الراجل ده من جواه صادق وصاحب موقف، بأن نسخة قطر هي أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، وإن كل حاجة في قطر تاخدوا الدرجة الكاملة 10/10، علشان يتصدم الصحفي ويبان عليه من تعبيرات وشه ويقذف جبهته إبراهيموفيتش ويقوله أنت كنت عايز تسمع حاجة غير كده؟ في رعاية الله وحفظه.